القولون العصبي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن اعراض وعن اسباب وعن انواع القولون العصبي. النهارده هنتكلم عن علاج القولون العصبي، وبما اني واحده من الناس اللي بتعاني من القولون العصبي فالنصايح اللي انا هقول لكم عليها في الفيديو ده انا طبقتها على نفسي وفادتني جدا ونفعت معايا، اكيد هتفيدكم انتوا كمان. قبل ما نبدا في النصايح لازم تفهم ان مرض القولون العصبي ده مرض مزمن، مهما اخدت من علاج ليه فانت لازم تظبط نظام حياتك وعاداتك عشان تقدر تتجنب الاعراض بتاعه القولون العصبي. مهما اخدت من ادويه وانت مش مظبط عاداتك، مش مظبط اكلك، مش مظبط اللايف ستايل بتاعك، فانت القولون هيفضل تعبك والاعراض عندك هتزيد مش هتقل. اول نصيحه انك لازم تعرف ان انت كمريض قولون عصبي مختلف عن مريض القولون اللي زيك، بمعنى ان في اكلات بتتعب مرضى القولون بصفه عامه، ولكن في اكلات تانية بتتحدد على حسب كل شخص ايه الاكلات اللي بتتعبه وبتزود الاعراض عنده. يعني ممكن اللي يتعبك ما يتعبش غيرك وهكذا. ثاني نصيحه، وهنا انا بقول لكل شخص لوحده، الاكلات او المشروبات اللي بتلاقيها بتتعبك وبتزود الاعراض عندك يا تمنعها يا تقلل منها خالص على قد ما تقدر. النصيحه الثالثه، اوعى ابدا تاخد وجبه كبيره مره واحده، لازم تقسم اكلك لوجبات تكون صغيره وتكون صحيه ومتوازنه، لان مريض القولون العصبي لو اخد كميه كبيره من الاكل مره واحده ده للاسف بيتعب القولون جدا وهيزود عندك الاعراض. النصيحه الرابعه، اوعى تفوت ميعاد اكلك، ما ينفعش مريض القولون العصبي يقعد فتره طويله من غير اكل، ده للاسف بيتعب القولون جدا وبيزود عندك الاعراض. عشان كده يفضل انك تعمل لنفسك مواعيد ثابته للاكل وما تفوتش المواعيد دي. كمان مهم جدا انك تاكل بالراحه، يعني كمثال مثلا مرضى القولون والقولون العصبي لما بيكونوا صايمين قولونهم بيكون تعبان جدا، لانهم لما بييجوا يفطروا ممكن ياكلوا كميه كبيره من الاكل مره واحده وده للاسف بيتعبهم جدا، فمهم جدا انك تقسم اكلك لوجبات صغيره. النصيحه الخامسه، اوعى تجوع نفسك، مش عشان عايز تخس او عايز تنزل في الوزن فانت تفضل جعان. لو انت حاسس انك جعان ومتاكد ان جوع حقيقي لازم تاكل، لانك لو ما عملتش كده للاسف القولون هيتعب عندك جدا والاعراض عندك هتبدا تزيد. ده غير ان التاثير النفسي السيء لانك حارم نفسك من الاكل، ده هيتعبك جدا نفسيا وكمان هيتعب عندك القولون جدا. النصيحه السادسه، انك لازم تفهم ان الاكل اللي فيه دسم كتير، دهون كتير، حتى لو الدهون دي دهون صحيه كتيره فهي هتتعب لك القولون وهتزود عندك الاعراض. طب معنى كده ان انا الغي الدهون في اكلي؟ لا طبعا، الدهون مهمه جدا ليك وكمان عشان ما يحصلكش امساك، ولكن لازم تاخدها باعتدال وتكون دهون صحيه. لو انت حتى عندك القولون العصبي ومزود نسبه الدهون في اكلك حاول تقسمها على مدار اليوم، ما ينفعش تاخد كميه كبيره من الدهون مره واحده في وجبه واحده، ده هيتعب لك القولون جدا وهيزود عندك الاعراض. النصيحه السابعه، الالياف الغذائيه اللي هي الفايبرز مهمه جدا ليك ومفيده جدا لجسمك، بس لازم تاخد بالك وانت بتاخدها وما تقعش في الغلطتين دول. اول غلطه ما تقعش فيها انك خد الياف غذائيه في يومك، مفيش اي مشكله، بس لازم تفهم ان انت ليك نسبه معينه من الالياف الغذائيه خلال اليوم كله، لو انت زودت عنها القولون هيتعب عندك جدا والاعراض عندك هتزيد. الغلطه الثانيه اللي ما تقعش فيها ان انت لو كلت وجبه فيها الياف غذائيه لازم تشرب بعديها ميه كويس جدا، لان هي ممكن تعملك امساك شديد قوي. النصيحه الثامنه، ان الاكلات دي هتتعبك جدا فلازم تاخد بالك منها وانت بتاكلها، يا اما تقلل كميتها خالص على قد ما تقدر او تمنعها خالص لو هي بتتعبك قوي، زي البقوليات، زي الكشري، زي اللبن، المكسرات، الحلويات الكتير، الشطه، الثوم. النصيحه التاسعه، اوعى تاخد اي كافيين على الريق او حتى تزود كميه الكافيين في اليوم بتاعك، لان الكافيين الكتير هيزود عندك هرمون الكورتيزول وهيعمل لك ستريس شديد قوي وده هيتعب القولون عندك جدا ويزود عندك الاعراض. عشان كده خد كافيين بس باعتدال. النصيحه العاشره، اشرب ميه كويس جدا، كل ما هتشرب ميه كتير الجهاز الهضمي عندك هيكون احسن وهضم الاكل هيكون احسن، بالتالي الاعراض عندك هتقل خالص، كمان ده هيقلل الامساك اللي بيجيلك. النصيحه ال11، الرياضه مهمه جدا ليك، خصوصا لو انت مريض قولون عصبي عندك توتر، عندك ارق عصبي جدا، بتفكر كتير، الرياضه مهمه جدا ليك، حتى لو مشيت كل يوم نص ساعه ده هيفرق معاك جدا. النصيحه ال12، لازم تعرف تتعامل ازاي مع الضغط النفسي والعصبي اللي بيجيلك، التوتر الزياده، العصبيه الزياده، التفكير الزياده، لازم تعرف تتعامل مع الحاجات دي كلها بس بطريقه صح، زي مثلا انك تلعب رياضه زي ما قلنا من شويه، زي انك تلعب يوجا، مديتيشن، انك تشغل وقتك، تتعلم هوايه جديده، تعمل حاجه بتحبها، تخرج، تقرا كتاب، المهم انك تشغل وقتك وبطل التفكير الزياده ده. بس اهم حاجه انك اوعى تطلع الضغط النفسي ده في الاكل. النصيحه 13، لو انت بتعاني من الانتفاخات والغازات الكتير ممكن تاخد ايوكاربون، ده عباره عن اقراص بتاخد قرصين من مرتين ل3 مرات في اليوم ولازم تشرب بعده ميه كويس جدا، او ممكن تاخد ديسفلاتيل او فلاتيديل، دول عباره عن مط بتاخد برده قرصين من مرتين ل3 مرات في اليوم، بيكونوا كويسين جدا للانتفاخات والغازات، بتاكلهم وبعد كده بتبلعهم. زي ما قلنا في الاول مرض القولون العصبي ده مرض مزمن، لازم صاحبه يعرف يتعامل معاه كويس قوي، ولازم تعرف انك مهما اخدت من ادويه ايا كان نوعها ايه مش هتعمل معاك نتيجه طول ما انت مش مظبط اللايف ستايل بتاعك ومش قادر تعمل تحكم في الضغط النفسي والعصبي اللي بيجيلك. لو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت.